زي ما انتوا عارفين دايما بقول في كل فيديوهاتي ان الصوت اهم من الصورة بكتير جدا، ان المشاهد يقدر يشوف صورة وحشة بكواليتي وحشة لكن ما يقدرش خالص يسمع صوت وحش زي اللي انت سامعه ده. وعملنا اكتر من فيديو عن الصوت، عملنا فيديو عن تعديل الصوت على ادوبي اوديشن، وكنا قبلها برضو عاملين فيديو تاني عن تعديل الصوت على ادوبي اوديشن، بس الاتنين كانوا فيهم كونسبت مختلف عن التاني. والنهارده هنعمل فيديو عن تعديل الصوت على برنامج ادوبي بريمير برو. بص يا سيدي، فيديو النهارده هيبقى فيديو مهم جدا، لان انت النهارده هتحل مشكله الصوت ده. لو انت مش عايز تستخدم برنامج مثلا زي ادوبي اوديشن ومش عايز توجع دماغك بحوارات اللينك والحاجات دي، وعايز كله منه فيه كده، انت واحد تستخدم ادوبي بريمير مش عايز تستخدم اوديشن، عايز كده ايه كله منه فيه كده، فانا النهارده جاي اقول لك عن تعديل الصوت على برنامج ادوبي بريمير، واوعدك هتاخد نتيجه مقاربه لادوبي اوديشن. بس عايز اقول لك على كام حاجه بسيطه. احنا في الفيديو ده هنعتمد على شرح الافكتات الصوت في ادوبي بريمير، فانا هشرح اكتر من افكت، فده مش معناه انك تاخد كل الافكتات اللي انا شرحتها وتطبقها على الصوت بتاعك. يعني احنا هنشرح الافكتات على ادوبي بريمير زي مثلا افكت الديريفيرب، وهنشرح افكت الباس، وهنشرح افكت التريبل، وهنشرح افكت البارامترك ايكولايزر، وكمان في الاخر هنشرح افكت اسمه الهاي باس. الافكت ده ملوش دعوه بالتعديل، ولكن الافكت ده الكونسيبت بتاعه عجبتني، ويعني ايه الافكت نفسه عجبني للصوت، بس انت مش هتطبقه على صوتك. فكل الحالات دي ان شاء الله هنشرحها في الفيديو ده. فالفيديو ده لازم له كوبايه شاي ولا حاجه عشان يبقى فيديو حلو جدا وتترطق لي ودانك دي كده معايا. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تشترك في القناه، انت مش مشترك وتفعل زرار الجرس عشان اقدر اكمل واستمر اكتر في المحتوى. ويلا بينا. طيب وبعد كده احنا الكمبيوتر هي دي واجهة ادوبي بريمير معانا، فتعالوا على طول نضيف الموسيقى اللي احنا عايزينها. فدبل كليك هنروح الملف بتاعنا ناخد الموسيقى والصوت ده، هناخدهم كده هما الاتنين تمام. وبعدين هنقول هنا اوبن وهيتفتح لنا هو ده الصوت اللي انا مسجله عندي، واللي جنبه ده موسيقى برضه عشان في حاجة تانية افكت تاني عايز اقول لكم عليه، فهنحطهم هنا الاتنين جنب بعض. فلو لاحظت هي دي عدد الموسيقى بتاعتنا، فلو شغلنا كل الحاجات الحلوه دي لان البرنامج بيأدي لك وظيفه جامده جدا. فلو لاحظت الصوت في صدى صوت والصوت مكتوم شويه برضه عايز يوضح شويه. فكل اللي عندنا دلوقتي بعد ما سمعنا الصوت وشفنا العيوب اللي فيها نروح على قائمه افكت وهنبحث عن دي ريفيرب اللي هو ده كده تمام. فهنحطه هنا كده، فهنروح عند افكت كنترول عشان نتحكم فيه، فهندوس هنا على ايديت عشان نتحكم فيه. فتعالى نشغل كده برضه ونشوف كل الحاجات الحلوه دي لان البرنامج بيأدي لك وظيفه جامده جدا وصيعه جدا، والبرنامج نفسه بيعمل لك حاجات تحفه مثلا تقدر تعمل بيها مؤثرات البصريه. فهو كده حلو. طيب لو لاحظت الصوت هتلاقيه مكتوم قوي، هتلاقيه مكتوم جامده جدا وصيعه جدا، والبرنامج نفسه بيعمل لك. طيب فتاني خطوه معانا برضو هنروح عند قائمه افكت وهنبحث عن افكت اسمه البارامترك ايكولايزر، والافكت ده اتكلمنا عليه اكتر من مره، فانت لو متابعني اكيد هتكون عارف الافكت ده لان احنا اتكلمنا عليه، بس اتكلمنا عليه جوه الاوديشن ما اتكلمناش عليه على البريمير. يبقى احنا كده اتكلمنا عن تعديل الصوت على الاوديشن ووضحناه بالتفصيل، واحنا النهارده في فيديو بنوضح تعديل الصوت في بريمير عشان لو ما عندكش اوديشن ومش عايز توجع دماغك بموضوع اللينك وكل الحاجات دي. وان شاء الله في فيديو قريب برضه هنشرح اوداستي قريب جدا ان شاء الله. فهنبحث عن بارامترك ايكولايزر، نبحث عن بارا عشان يجي لنا الافكت، هو ده هنحطه هنا كده. ومن الافكت كنترولز هو ده افكت بارامترك ايكولايزر، فهندوس بقى على اديت فهيجي لنا دي كده. فمن قائمه بريسيت هنضغط على لاودنس ميكسر، فهو ده كده هيجي لنا. فزي بالظبط اوديشن، فاللي علينا ايه ان احنا اللو هنا نرفعها سنه، والهاي هنا برضو نرفعها سنه كده برضو صغيره مش كتير، وهنعمل عند رقم 3 كده نظبط بس اللو والهاي، وعند رقم 3 هنعمل بوينت هنا وهننزلها تحت شويه كده. فلو شغلنا كل الحاجات الحلوه دي لان البرنامج بيأدي لك وظيفه جامده جدا وصيعه جدا، فهتلاحظ ان الموضوع ظبط شويه. فانت ما فهمتش تعالى نقفل ونمسح الافكت تمام ونضيف الافكت من تاني. هنبحث عن بارامترك ايكولايزر عشان ايه
تكون انت فاهم وواعي كده معايا ومعايا لحظه بلحظه، عشان لو مفهمتش نعيد تاني عادي. هنروح عند افكت كنترول بعد ما ضفنا الافكت، هو ده البارامتريك ايكولايزر، وهندوس على اديت. تمام. ومن البريسيت هنضغط على لاودنس ميكسر، فهنعلي هنا الهاي سنه واللو سنه، وعند رقم 3 هنعمل بوينت هنا كده، وهننزل بالبوينت دي سنه كده صغيره كده مثلا. حلو في الاتجاه ده كده عند اللو. فلو جينا شغلنا الانترو وكل الحاجات الحلوه دي، لان البرنامج بيأدي لك وظيفه جامده جدا وصيعه جدا، فهتلاحظ ان الصوت اتنقى شويه ومبقاش مكتوم كده زي الاول. فمثلا تعال ننزلها كمان سنه كده نشوف ايه اللي هيحصل. والبرنامج نفسه بيعمل لك حاجات تحفه، مثلا تقدر تعمل بيها مؤثرات. فانا شايفه كده حلو. طيب هل ممكن في افكت تاني ممكن نضيفه؟ في عادي جدا. لو رحنا عند افكت برضو ممكن نبحث عن افكت الباص، برضو ممكن يفيدنا شويه الباص. تمام. وبرضو هنضيف التريبل باص اهوت، وافكت كنترول من الباص. لو ايه هو افكت الباص؟ مثلا لو لاحظت لو احنا زودنا كده شويه وشغلنا، هتلاحظ ان تردد الصوت عالي. وكل الحاجات الحلوه دي، لان هتلاحظ ان تردد الصوت عالي جدا والسماعات بتتهز كده وهي بتشغله. فاحنا المفروض نقلل الباص، ما نخلوش عالي، مثلا نخليه -5.4. هنجرب كده. الحلوه دي، لان البرنامج بيأدي لك وظيفه جامده جدا وصيعه جدا، فممكن يظبط شويه، ممكن نعليها سنه. والبرنامج نفسه بيعمل لك حاجات. تعالى عشان برضو نشوف الفرق بين افكت بيفور وافتر. فتعالى نشغل، ومن قائمة اف اكس دي او من ايقونة اف اكس، فانا كده لغيت تفعيل افكت وكده رجعت تفعيله. فنشغل وكل الحاجات الحلوه دي، لان البرنامج بيأدي لك وظيفة جامدة جدا وصيعة جدا، والبرنامج نفسه بيعمل لك حاجات تحفة. فلو لاحظت ان البيز بتاع الصوت شوية قال ما بقاش يخبط كده في السماعات. وممكن برضو نبحث عن افكت تاني اسمه تريبل، ممكن يفيدنا. هو بص انا عايز اقول لك على حاجه كده، هي مش بكتره الافكتات، يعني الافكت انت شايفه ده مش بكتره الافكتات اللي انت تضيفها على الصوت بتاعك، انت تضيف الافكت اللي انت محتاجه بس. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انت في الصوت مش محتاج افكت البيز ما تحطوش، ولو في الصوت ده مش محتاج افكت التريبل ما تحطوش، مش ضروري تحطه. انت بتحطه على حسب السيت اب بتاع صوتك. انت مصور فين؟ مصور في منطقه فيها صدى صوت ما فيهاش صدى صوت، مصور في منطقه بتعزل الصوت شويه فيها الفوم ده بسبب صدى الصوت. يعني ايه تختلف عن المناطق بتاعتك. فعلى اساس كده هتضيف الافكتات دي. فمثلا انا منطقتي اللي انا بصور فيها صدى صوت شويه، في عملت افكت الدي ريفيرب، فعمل لي كتم لي الصوت شويه وخفى لي صدى الصوت، وبعدين حسيت ان الصوت مكتوم شويه حطينا افكت الايكولايزر. فاحنا بنمشي بترتيب كده. فكل ده ان شاء الله هوضحه لكم قدام اكتر، وانت لما تخش في الموضوع وتبتدي تعدل هتعرف انت محتاج ايه ومش محتاج ايه. فتعال نضيف برضو افكت التريبل، لكن لو انت مش محتاجه ما تضيفوش عادي برضو. وهنروح عند افكت كنترول عشان نشوف برضو افكت التريبل بيعمل ايه. فمثلا لو شغلنا كده الانترو وكل الحاجات الحلوه دي، لو زودنا بيدي التريبل لك وظيفه جامده جدا وصيعه جدا، والبرنامج نفسه بيعمل لك حاجات تحفه. مثلا هتلاحظ ان الصوت رفع خالص كده، والايه رفع لك الصوت خالص كده ونعمه لك شويه. بس طبعا احنا مش هنزوده كده، يعني ما ينفعش نزوده كل ده، يعني تزويده ايه. لكن لو قللنا مثلا خلينا -24، تعالى نشوف كده الصوت هيبقى عامل ازاي. هتلاقي ان الصوت غليظ كده وايه يعني تحس ان الصوت مش مظبوط كده. الحاجات الحلوه دي، لان البرنامج بيدي لك ومكتوم كمان قوي كده، فمش هيبقى حلو. فالمفروض مثلا نخليها 3 مثلا .8. تعالى نشغل. لان البرنامج بيدي لك وظيفه جامده جدا وصيعه جدا، والبرنامج نفسه. فانا شايف ان كده حلو. تعالى نشوف قبل وبعد. تعالى برضه نشغل كده نشوف قبل وبعد. والانترو وكل الحاجات الحلوه دي، لان البرنامج بيدي لك وظيفه جامده جدا وصيعه جدا، والبرنامج نفسه بيعمل لك حاجات هتلاحظ ان هو نقلك الصوت شويه. فانت جرب على الصوت بتاعك وشوف انت هتحتاج ايه ومش هتحتاج ايه عادي خالص. فبراحتك وعيش انت بقى مع كل الافكتات اللي انا قلت لك عليها دي. فاحنا اتكلمنا النهارده عن 4 افكتات، اللي هو الدي ريفيرب والبارامترك ايكولايزر والباس والتريبل. كل الافكتات دي
في بعضها ممكن يفيدك وبعضها مش هيفيدك، فانت لازم تشوف انت بتصور في مكان ايه. الموضوع ده بيعتمد على حسب المكان. طيب في افكت بقى كده بالنسبه للموسيقى، الافكت ده ممكن يبقى حلو شويه معاك، ممكن تستفاد منه استفاده صغيره، فهنشرح الافكت ده ونختم على طول. فهو الافكت دخلنا على كلمه افكت برضو وبحثنا عن افكت الهاي باس، اسمه هاي باس. تمام، هاي باس هو ده الافكت من فلتر اند اي كيو، هنحطه على الموسيقى بتاعتنا. طيب هو ده الافكت بتاعنا اللي هو الهاي باس. طيب لو علينا الهاي باس ده يعني ايه اللي هيحصل؟ مثلا لو عليناه شويه كده او لو قللناه خليناه 10، تعالى نشغل كده ونشوف، هيبقى الصوت الطبيعي. لكن لو عليناه زي ما كان متعلي في الاول، تعالى نشغل، تلاحظ ان هو اتكتم لان احنا عليناه قوي، فاحنا المفروض نقلل. طيب انت مش عارف دلوقتي ايه اللي حصل، فتعال نشوف قبل وبعد وهتفهم انت كل حاجه. فمثلا لو شغلت فتحس ان هو بيخلي لك الصوت كانه طالع من موبايل كده. انت مثلا لو بتصور بكاميرا ومشغل حاجه على الموبايل، تحس ان الصوت اللي ظاهر في الكاميرا هو ده الصوت الناقب الزياده ده، الواطي شويه، تحس ان هو مكتوم سنه كده. فهي دي التون بتاعه الصوت. لو انت مثلا شغلت حاجه في الموبايل، موسيقى او اي حاجه، وصورت بالكاميرا او سجلت، فهو ده الصوت اللي هيبقى ظاهر. فكرة ممكن برضو تستفاد منه في شوية حاجات، وان شاء الله انا يعني بعمل كده معاكم، يعني ايه، بعلمكم شوية حاجات عن البرنامج، حاجات متقدمة شوية، بحيث لما نخش في التطبيقات انت تكون عارف كل الحاجات دي، ما تستناش تبحث على اليوتيوب. لا، انا عايزك تكون فاهم وواعي للبرنامج، بحيث لما نخش في التطبيقات بقى ان شاء الله، او فيديوهات مثلا ونعدلها سوا بروجكت كده، نكون واعيين كلنا مع بعض وعارفين انا بعمل ايه كويس. فبس كده كان نكون خلصنا موضوع الصوت على برنامج ادوبي بريمير، وان شاء الله قريب جدا هنشرح عن تعديل الصوت على برنامج اوداستي. بس اتاكد بقى انك مشترك في القناه وفعل زرار الجرس وعامل لايك للفيديو ده عشان يوصلك اجدد الفيديوهات اللي بننزلها. بس كده، يلا سلام.